لُقِّبت بالشيهانة ولفتت الأنظار بشجاعتها، وأثارت فضول الكل بعد آخر عملية إنزال نفذتها القوات المسلحة الأردنية، حيث تمكن طقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري من إنزال صناديق مستلزمات طبية للمستشفى الميداني الأردني بتوجيهات ملازم أول طيار سمو الأميرة سلمى بنت الملك عبد الله الثاني. وبعد نجاح عملية الإنزال الخامسة انتشرت صور للأميرة سلمى أثناء مشاركتها في العملية، وهي الصور اللي انتشرت بسرعة البرق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وده أثار فخر كل محبين الأميرة سلمى وفضول الكثير حوالين الأميرة الشجاعة. ودي بعض المعلومات عن الأميرة الهاشمية سلمى العبد الله. هي أميرة هاشمية أردنية وثالث أبناء الملك الأردني عبد الله الثاني، ووالدتها تبقى ملكة القلوب الملكة رانيا العبد الله. اتولدت الأميرة سلمى 26 سبتمبر لعام 2000 في عمان، ولديها من الأشقاء 3: الأمير الحسين ولي العهد الأردني، والأميرة إيمان، والأمير هاشم. اتخرجت الأميرة سلمى من مدرسة كانغيز أكاديمي، ومن بعدها التحقت بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، واتخرجت منها بعد إتمام دورة تدريبية قصيرة في نوفمبر 2018 وهي في سن 18 عام. وفي 2020 أعلن الديوان الملكي اجتياز سمو الأميرة سلمى مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرة الجناح الثابت، لتصبح أول فتاة أردنية تجتازها لتكمل سلسلة إنجازات الأسرة الهاشمية الأردنية. الأميرة سلمى كمان بارعة في الموسيقى، وده اللي ظهر من خلال فيديو شاركه الأمير الحسين جمعه بالأميرة سلمى، وكانت بتشاركه العزف، كما شاركت الملكة رانيا صورة للأميرة سلمى وهي تعزف على الجيتار. كما تشغل الأميرة سلمى رتبة ملازم أول في القوات الجوية الأردنية، ولقبت بالشيهانة وهي إشارة إلى سلاح الجو. كما شاركت في حفل افتتاح مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء نيابة عن والدها، وتميزت بارتدائها زي القوات الجوية.